السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. حلقة هنتناول فيها فيديو تحليل رئيس لجنة الحكام للحالات التحكيمية في الجولة 11 و12 من عمر بطولة الدوري العام. لما نيجي نشوف الماتشات اللي اتلعبت في الجولة 11 والجولة 12 هنلاقي الزمالك مع أسوان والداخلية والأهلي مع بيراميدز وإنبي. المباريات اللي كان فيها حالات تحكيمية أثارت الجدل كان الزمالك مع أسوان والداخلية والأهلي مع إنبي. أما ماتش الأهلي مع بيراميدز ما كانش فيه حالات تحكيمية أثارت الجدل. لما نيجي بقى نشوف الماتشات والحالات التحكيمية اللي تناولها رئيس لجنة الحكام في الفيديو، هو تناول ماتش الأهلي ضربة جزاء الغير محتسبة لفريق نادي إنبي في ماتش الأهلي وإنبي، وهدف الداخلية اللي احتسب عن طريق الفار في ماتش الزمالك والداخلية. أولا، بغض النظر عن تقييمه للعبتين دول وان هو قال مثلا ضربه لعبه لمسه يد ياسر ابراهيم في ماتش الاهلي وانبي هي ضربه جزاء غير محتسبه، في حين ان معظم محللي التحكيم قالوا ان هي ضربه جزاء غير محتسبه لانبي. وبغض النظر ان هو اتكلم عن هدف الداخلية في الزمالك ان هو هدف صحيح، وقرار الفار ومراجعة الحكم محمود الناجي كان قرار صحيح، في حين برضو ان كل محللي التحكيم قالوا ان هدف الداخلية هو هدف غير صحيح وقرار الفار هو قرار غير صحيح. بغض النظر عن تقييمه الفني ده، تعالوا نشوف استراتيجية تناوله للحالات التحكيمية، وهل هو بيجيب كل الحالات التحكيمية للأهلي والزمالك زي بعض، ولا بيتغاضى عن بعض الحالات لفريق وبيجيب حالات لفريق التاني. أولا، هو تناول لعبتين في الجولة 11 والجولة 12. طب هل كان في ألعاب تانية في ماتش الزمالك وأسوان أو الأهلي أو الزمالك والداخلية، الزمالك وأسوان والزمالك والداخلية هو ما جابهمش؟ اولا، هو ما جابش سيره ماتش الزمالك واسوان خالص، اللي كان فيه ضربه جزاء غير محتسبه لسيف الدين الجزيري في الشوط الاولاني كانت كفيله ان هي تدي نقطه التعادل لفريق نادي الزمالك. ده بالنسبه لماتش اسوان. بالنسبه لماتش الزمالك والداخليه هو اتكلم عن هدف الداخليه المحتسب عن طريق الفار، وما اتكلمش عن لعبتين وضربتين جزاء غير محتسبة للاعب الزمالك سامسون، الأولى في الشوط الأول والثانية في الشوط الثاني، واللي اعترف به معظم محللي التحكيم. ده أول تعليق مننا، إن هو ما جابش وما اتكلمش عن حالات التحكيمية الزمالك وأسوان، وما اتكلمش على كل الحالات التحكيمية في ماتش الزمالك والداخلية، زي مثلا ضربتين الجزاء الغير محتسبة للاعب الزمالك سامسون. لما نيجي نشوف لعبة سامسون في الشوط الأولاني اللي هي كانت شد من مدافع الداخلية لسامسون لاعب الزمالك، تعال نتفق إن الحالة ديت إن هو شايفها إن هي ضربة جزاء، إن هي لا تحتسب ضربة جزاء، علشان كده ما اتكلمش عنها. لما نيجي نشوف ماتش الأهلي وفيوتشر، نفس لعبة سامسون ديت حصلت لاعب الاهلي سافيو من مدافع نادي فيوتشر سعد سمير، ضربة جزاء احتسبت عن طريق الفار في الماتش ده. هو رئيس لجنة الحكام في فيديو التحليل الحالات التحكيمية في جولة الأهلي وفيوتشر جاب اللعبة دي واتكلم عنها إن هي ضربة جزاء صحيحة احتسبت لفريق النادي الأهلي. بما إنه اعترف إن لعبة سعد سمير في ماتش الأهلي وفيوتشر هي ضربة جزاء صحيحة واحتسبت لفريق النادي الأهلي، إن برضو لعبة سامسونج في ماتش الزمالك والداخلية هي ضربة جزاء غير محتسبة للاعب سامسونج. طيب هل هو مبدأه ان هو ما بيتكلمش عن ضربات الجزاء الغير محتسبة اثناء المباريات، زي مثلا زي ما قلنا ضربتين الجزاء الغير محتسبة لسامسونج لاعب الزمالك؟ لما نيجي نرجع مع بعض كده للجولة السادسة من عمر بطولة الدوري العام، ماتش الأهلي وغزل المحلة، فيديو تحليله بعد نهاية الجولة السادسة، هو اتكلم إن كان في ضربة جزاء غير محتسبة لأكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ضد مدافع غزل المحلة. يعني هو بيتكلم عن ضربات الجزاء الغير محتسبة أثناء المباراة. طب أنت ليه ما اتكلمتش عن ضربتين جزاء سامسونج ضد مدافع الداخلية؟ طيب عايز اقول لك بقى ان في الجولة السادسة ديت اللي هو اتكلم فيها عن ضربة الجزاء الغير محتسبة لأكرم توفيق
في ماتش الاهلي وغزل المحله. في نفس الجوله كان في ماتش الزمالك وبيراميدز، كان في لعبه لاحمد سيد زيزو ضربه جزاء غير محتسبه اعترف بها معظم محللي التحكيم. هو برضه ما اتكلمش عنها في فيديو تحليله اللي انتشر، اللي نشر على بيج الاتحاد المصري لكرة القدم. يعني في نفس الفيديو اتكلم عن ضربة جزاء غير محتسبة لأكرم توفيق في ماتش الأهلي وغزل المحلة، وما اتكلمش عن ضربة جزاء غير محتسبة لأحمد سيد زيزو في ماتش الزمالك وبيراميدز. عايز أقول لك كمان ان هو عمل فيديو واحد في نهاية الجولة الأخيرة في الموسم الماضي. كان الموسم الماضي ده نهاية آخر جولة كانت ماتش الزمالك والشرقية للدخان. كان في لعبة لسيف جعفر لاعب نادي الزمالك داخل منطقة جزاء الشرقية للدخان، اعترف بيها كل محللي التحكيم ان هي ضربة جزاء غير محتسبة لفريق نادي الزمالك. في الفيديو تحليله للحالات التحكيمية الخاصة بالجولة الأخيرة ديت هو برضو ما اتكلمش عن ضربة جزاء الغير محتسبة لسيف جعفر في ماتش الزمالك والشرقية للدخان. طب هل تناقض رئيس لجنة الحكام في حالات ضربات الجزاء المحتسبة والغير محتسبة فقط؟ لما نيجي نرجع لماتش الأهلي وغزل المحلة وفيديو تحليله للحالات التحكيمية في الجولة السادسة، هو اتكلم ان كان في لاعب من غزل المحلة كان يستاهل طرد في لعبة مشتركة مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي. يعني باعترافه ده ان هو ماشي على مبدأ ان لو في العاب تستاهل كارت احمر لاي لاعب من الفريقين هو بيطلع يحللها ويتكلم عنها. طب انت ليه ما اتكلمتش على لعبة طاهر محمد طاهر في ماتش الاهلي والاسماعيلي، اللعبة اللي اعترف بيها كل محللي التحكيم ان طاهر محمد طاهر كان يستاهل طرد في اللعبة دي؟ انت ليه ما اتكلمتش على لعبة طاهر محمد طاهر واتكلمت على لعبة الاهلي وغزل المحلة؟ طب نرجع ونتكلم ونسأل، هل تناقض رئيس لجنة الحكام في حالات ضربات الجزاء المحتسبة والغير محتسبة وحالات الطرد فقط؟ لما نيجي نرجع لفيديو تحليله للجولة الثانية من عمر بطولة الدوري العام ماتش الزمالك وسيراميكا، هو اتكلم عن الانذار الثاني الغير محتسب للاعب الزمالك زكريا الوردي في ماتش الزمالك وسيراميكا، وان زكريا الوردي في اللعبة دي كان يستاهل انذار ثاني وطرد. نفهم من كده ايه؟ ان هو لو في العاب تستاهل انذار تاني لاي لاعب من الفريقين هو بيجيبها وبيتكلم عنها. ماتش الزمالك وانبي انذار تاني غير محتسب للاعب انبي ضد لاعب الزمالك احمد سيد زيزو واعترف بيه كل محللي التحكيم، هو في فيديو تحليله للجولة دي ما اتكلمش عنها. يعني هو اتكلم عن الانذار الثاني لزكريا الوردي في ماتش الزمالك وسيراميكا وما اتكلمش عن الانذار الثاني للاعب انبي ضد لاعب الزمالك احمد سيد زيزو في ماتش الزمالك وانبي. نفهم من كده ايه؟ نفهم ان الفكره مش فكره تقييمه للحالات على مع قرار قيام في مساله كل محلل التحكيم ان هي صحيحه وهو يقول عليها غير صحيحه علشان يتفق مع قرار قيامه، او العاب كل محلل التحكيم يتفقوا ان هي غير صحيحه وهو يقول عليها ان هي صحيحه علشان يتفق مع قرار حكامه. الفكره مش كده خالص، ومش ده اللي انا بتكلم عنه، ومش ده اللي انا عامل الحلقه علشانه. انا الحاجه اللي انا عامل الحلقه علشانها هو تناقضه في الحالات التحكيميه اللي بيتكلم عنها، اللي لصالح الاهلي او لصالح الزمالك او ضد الاهلي او ضد الزمالك. وان مثلا في العاب لو لصالح الاهلي هيتكلم عنها وهي لصالح الزمالك ما بيتكلمش عنها، وان في العاب ضد الاهلي ما بيتكلمش عنها وهي لصالح الزمالك او ضد الزمالك بيتكلم عنها. ده تناقض واضح من رئيس لجنة الحكام في فيديوهات رئيس لجنة الحكام في فيديوهات التحليلات بتاعته. احنا مش بنتبلى عليه، احنا كله بالدليل اهو ان هو في عنده تناقض شديد في الحالات التحكيمية اللي بيتكلم عنها في فيديوهات الحالات التحكيمية. فاحنا عايزين نعرف الهدف من رئيس لجنة الحكام والهدف اللي هو جاي علشانه والهدف من الفيديوهات اللي بيعملها ديت وتحليله للحالات التحكيمية. هل الهدف بتاع ان هو ان انت تجيب الحالات اللي لصالح الاهلي وما تتكلمش عن الحالات اللي لصالح الزمالك علشان تثبت ان الاهلي مظلوم؟ لو هو ده هدفك اطلع قول لنا، وساعتها احنا هنعرف هدفك من الحالات التحكيمية ايه ونريح دماغنا.
لحد هنا الحلقة خلصت، أتمنى يكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله. السلام عليكم.